ذكر هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النشأة الصالحة المباركة العظيمة التي نشأ عليها عليه الصلاة والسلام منذ صغره، فنشأ نشأة صدق ووفاء وأمانة وخلق وكرم نفس وطيب معاملة، وكان مشهودا له بذلك بين قومه ومشهورا بذلك، ويعرف بالأمين، وإذا جاء يقولون جاء الأمين، جاء الصادق، يعرفونه بهذه الأخلاق الفاضلة. فيذكر ذلك ابن كثير يقول: وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، فنشأ وقد حماه الله سبحانه وتعالى من ذلك كله. ومر معنا في حادثة شق الصدر، وكان صغيرا عليه الصلاة والسلام عمره 4 سنوات في حادثة شق صدره الأولى. وجاء في قصة حادثة شق الصدر يعني أنه أخرج من قلبه علقة ورماها وقال هذه حظ الشيطان منه، فهذا فيه حماية النبي عليه الصلاة والسلام وسلامة قلبه وطهارة نفسه من أول الأمر، حسا ومعنى حماه الله سبحانه وتعالى ووقاه ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته صلوات الله وسلامه عليه. والإمام أحمد رحمه الله نقل عنه أنه قال: من قال إن محمد أو من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على شيء من دين قومه فقد أعظم الفرية، أو قال فهو كاذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام برأه من كل منكرات الجاهلية وحماه منها، حماه من عبادة الأصنام، وحماه من رجز الجاهلية، وحماه من المعاملات المحرمة والفواحش، وحماه من الأخلاق الذميمة والصفات المشينة، حماه جل وعلا من ذلك كله. ونشأ منذ صغره نشأة صلاح وتقى. وأما قول الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى، ليس المراد بقوله ضالا أي على دين قومه من الشرك والكفر والجاهلية الجهلاء، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بالضلال هنا أي عن تفاصيل الشرائع وتفاصيل الأحكام وتفاصيل أمور الإيمان، كما يوضح ذلك قول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة من سورة الشورى: قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي تفاصيل الإيمان وتفاصيل الشرائع لم يكن عليه الصلاة والسلام يعلمها حتى نزل عليه الوحي، لكنه في أول الأمر وقبل المبعث ومنذ النشأة كان عليه الصلاة والسلام على الفطرة، وكان قد بغض إليه أعمال الجاهلية ومنكراتهم وأخلاقهم السيئة والفواحش والرذائل والقبائح، هذه كلها نزهه الله سبحانه وتعالى وطهره منها، فنشأ نشأة مباركة، نشأة صالحة. نعم.